النهاردة هنعمل الحجازية الاسكندراني بطريقة سهلة، وهقول لكم على كل التكات اللي تخليها تطلع معاكم مظبوطة جدا وطعمها لذيذ بجد تحفة، أحلى من أي نوع كيكة أو بسكوت، بجد روعة. زي ما احنا شايفين لونها جميل واخدة التسوية المظبوطة، حاجة كده ايه لذيذة من الآخر. هتعمليها بكل سهولة وكمان بمقادير بسيطة جدا. يلا بينا نشوف المقادير وعملناها ازاي. اول حاجة هحضر الخميرة. معايا معلقة خميرة كبيرة، 4 معالق سكر، ونص كوباية مية دافية. المية تكون دافية مش سخنة عشان ايه الخميرة ايه تشتغل معانا. هقلبهم كده واضيف المية واقلبها كويس، وبعد كده هغطي الخميرة واركنها على جنب لحد ما احضر باقي الايه العجينة. هنا عندي بقى المقادير الجافة: كوبايتين دقيق ابيض، وكوبايتين دقيق سميد سادة من عند العطار، مفيهوش اي اضافات خالص، وهقلبهم مع بعض، معهم كمان ذرة ملح. وهنا كوباية سمنة على زيت، ممكن تبقى سمنة بس تكون ايه سايحة، ما تكونش سخنة جامد. وهقلبها ايه في الخليط كده وهبسها كويس عشان كل ذرات الايه دي تختفي وتتغلف بالايه بالسمنة. وياريت تكون كمان السمنة بلدي، بتخلي طعمها احلى كتير، بس ما تنفعش بالزيت بس، ممكن زيت على سمنة او سمنة بس. هخلي كل السمنة كده تتبس كده مع الدقيق كويس جدا. في الوقت ده طبعا هتكون الخميرة اتفعلت كويس بالشكل ده. هجيب بقى الخميرة بتاعتي هنزلها وابدأ ان انا ايه اعجنها. هدوب السكر وانزل بيها كده، لو احتاجت مية بضيف لها، ما احتاجتش خلاص. واذا ضفت مية، المية تكون ايه برضو ايه دافية بسيط. العجينة بتاعتها انا مش عايزاها عجينة طرية، انا عايزاها عجينة ايه ناشفة شوية، بس مش ناشفة خالص عشان اعرف ايه افردها. هغطيها بقى ايه واسيبها ايه ترتاح او تختمر حوالي ايه ساعة. هنا هحضر بقى الحشوة معايا كوباية سكر، كوباية ونص دقيق سميد، ورشة فانيليا أو ربع معلقة كده، ومعلقتين كاكاو خام، ومعلقة ونص قرفة بودر. هقلبهم كويس مع بعض. وعندي هنا معلقة كبيرة سمنة بلدي بتخلي طعمها جميل. أفركها كده في الخلطة كده كويس. أنا عايزاها زي الرملة المبلولة. أجيب بقى شوية مية أزودها كده لحد ما إيه توصل للقوام اللي أنا عايزاه. أنا مش عايزاها ماسكة أو معجونة، أنا عايزاها إيه يا دوبك زي الرملة المبلولة بالظبط. هنا بقى العجينة اختمرت، هقسمها بالنص، بس هخلي إيه نص أكبر شوية عن النص الإيه التاني. وهنا صينية مدهونة سمنة مقاس 30. هاخد بقى النص العجينة الكبير هفرده كويس في الصينية، وهعمل طرف للإيه للصينية من الأحرف عشان وانا بنزل الحشو ايه ما يتحرقش معايا. هنزل بقى بالحشو كله كده، وكمية الحشو دي مظبوطة جدا للمقادير دي. هفرده كويس واخلي مقدار الايه الحشو يكون متساوي في كل الصينية. زي ما قلنا بنسيب ايه حرف صغير على حرف الايه الصينية. النص التاني بقى هفرده على مفرش او ورقة زبدة على مقاس الصينية بالظبط، قيس مقاس الصينية وافرده على نفس الايه المقاس بالظبط بالشكل ده. وبعد كده هقلبه على الايه الصينية بكل سهولة. هبدأ بقى ان انا ايه ابططه كده واسويه كويس، ومش عايزة يكون في فراغات في بينه وبين الايه الحشو. اطلع اي فراغات موجودة، ابطط كده في النص الاول عشان اي فراغات تطلع. واسوي بقى ايه العجينة معايا لحد ايه ما تتسوى خالص. هجيب بقى شوكة اعمل بيها إيه شكل بس كده، بتدي شكل جميل في التقطيع. هعمل خطوط كده ايه بالطول وخطوط بالايه بالعرض. وعادي ممكن ما تعمليش الخطوة دي، بس هي ايه ده شكل الحجازية المعروف، بنعملها بالشكل ده. وعلى فكرة الحشو ممكن يبقى اي حاجة تانية، مش شرط كمان ايه حشوة القرفة، ممكن كمان نحشيها بالعجوة او اي حاجة تانية او مربى او اي حاجة.
هبدأ كمان ان انا اقطعها. دي التقطيعة دي بتبقى شكلها جميل جدا. ممكن تقطعيها مربعات عادي، بس هي معروفة الحجازية بتبقى تقطيعتها ايه، سمبوكسات كده. التقطيعة دي جميلة وشكلها ايه جميل. قطعيها بقى بالشكل اللي انت حباه. اكون بقى محضرة الفرن مسخناه على درجة 160، مش هعلي النار قوي. وفي الرف اللي في النص ايه هدخلها، هتقعد حوالي نص ساعة مش اكتر، تاخد بس لون، هعرف انها استوت من الحروف. بعد كده اديها لون تحت الشواية بالشكل ده، واخرجها اعيد على التقطيعة بتاعتها واسيبها تبرد بقى ايه واقدمها. بجد تحفة، هتعجبكم جدا وطعمها روعة.